السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الكورة في ملعبك. يتعادل نادي الزمالك مع الاتحاد ويستمر في إهدار النقط في مسابقة الدوري المصري، ويتجمد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة. النهاردة فتوح ملعبش مع الفرقة، وواضح جدا إن هو فارق. لعيب زي فتوح كان بيخلص لك كام كورة ملعبكة جوه ال 18. النهاردة الفرقة كلها من أول الدفاع لغاية الهجوم مفيش حد بيلعب بروح. نادي الزمالك النهاردة ما كانش عنده دافع ان هو عايز يكسب. المباراة الجاية لنادي الزمالك هتكون مع بيراميدز في كاس مصر، وهتكون يوم الاثنين الساعة 7. معانا خبر هيفرح جماهير النادي الاهلي قوي بنسبة 99%. كهربا بكرة في قائمة النادي الاهلي في مواجهة المصري. الفيفا يخطر اتحاد الكورة بأحقية كهربا في المشاركة من مباراة غد بعد نهاية فترة الإيقاف الموقعة عليه. علي عباس محامي كهربا طلع واتكلم وبيقول إن كهربا ليه الأحقية إن هو يشارك في مباراة الغد، ونادي الزمالك ما يقدرش يعمل له أي حاجة ولا يوقفه مجددا إلا بعد مرور 3 فترات قيد تحسب بداية من انتقالات الصيف الماضي. لا عزاء للبوابين الإعلاميين أمثلة عمرو الدرديري وخالد الغندور. طبعا عمرو الدرديري أنا عايز بس أقول لك حاجة، أنت تجيب لك حزمتين جرجير كده وتاخدهم على جنب وتاكلهم، اركن. يا خالد يا غندور أنت أصلا كذب. فبيقول لك إيه؟ إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فأنت اركن على جنب عشان انت اصلا خالص. اركن جنب الجرجيري هناك. ان شاء الله يا جماعة باذن الله هعمل فيديوهات ما تقلش عن 10 دقايق بس. انا الفيديوهات كلها اللي بعملها بتبقى 4 دقايق او 5 دقايق بالكتير قوي، وده لاني انا لسه ما وصلتش الى 1000 مشترك، واول ما اوصل ل1000 مشترك باذن الله الفيديوهات بتاعتي هتكون 10 دقايق واكتر من 10 دقايق. قبل ما اختم في خبر عجيب الصراحة. رئيس شركة النيل بيقولك ان نادي الزمالك احنا عملنا مع حق الرعاية، لان نادي الزمالك اكتر نادي في مصر وفي افريقيا بياخد بطولات. يلا نضحك، يلا نضحك، يلا نضحك، يلا 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 كله يضحك، يلا كله يضحك. والله نادي الزمالك ده ناس كتير قوي يعني بتشد من ازره والله في الكلام. وبس كده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعمل لايك لهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.